أنا عندي سؤال يؤرقني، هل أنت تقدر تتقبل فكرة إنك تعيش كإنسان عادي؟ واللي أقصده بكلمة عادي هنا هو العادي، إنك تاكل وتشرب، تشتغل شغل روتيني جدا، تطلع معاش، ودي في النهاية تكون حياتك. هل أنت تحب تكون الشخص ده؟ الأهداف هي أهم شيء في الحياة. إنسان بلا هدف هو إنسان بلا حياة. الموضوع بالظبط عامل زي مركب ماشية في بحر كبير جدا، بحر واسع جدا، ماشية فيه بدون بوصلة محددة ولا حتى طريق واضح إن هي تمشي عليه. إيه اللي هيحصل للمركب دي؟ بكل بساطة المركب هتفضل ماشية ماشية ماشية، بس في النهاية عمرها ما هتوصل لحاجة. فاهم قصدي؟ طبيعي مفيش هدف معين ان هي توصل له، فاللي هيحصل ببساطة ان هي هتفضل تلف في دايرة مقفولة. علشان كده انا بشوف ان اي انسان طبيعي لازم يعيش لهدف معين، لازم ما ينفعش يعيش كده وخلاص. فاهم قصدي؟ لازم يعيش لهدف معين ويحارب علشانه ويستحمل اي حاجة، وبكرر تاني يستحمل اي حاجة في سبيل انه ممكن يحقق الهدف ده في يوم من الايام. بس السؤال بقى، ماذا لو الإنسان ده عمل كل حاجة من اللي احنا لسه قايلين عليها دي، تعب واستحمل وضحى، بس فجأة اكتشف ان ليه أسباب خارجة عن إرادته ما ينفعش يحقق الهدف ده؟ ايه اللي هيحصل للإنسان ده؟ هديك 5 ثواني تفكر في إجابة للسؤال ده. ال5 ثواني خلصوا. الإجابة بكل بساطة ساعتها الإنسان ده هيحصل له حاجة من الاتنين دول، ملهمش تالت. يا إما الإنسان ده هيستسلم لفكرة إن الدنيا ظلمته، وإن خلاص كده ما عادش فيه أمل في الحياة دي، وإن خلاص كده هيبدأ يتقبل الفكرة، أو وركز بقى في الحتة اللي جاية دي، الإنسان ده مش هيستحمل فكرة إن الدنيا ظلمته، وساعتها هيوصل لأسوأ نسخة من نفسه. واحد من أجمل وأروع المسلسلات اللي اتكلمت على الموضوع ده كان مسلسل الأسطورة. الخطر اللي على المجتمع اللي أنا هعمله بقى المسلسل جاي مقولة هي دي مسلسلي، بتقول: ويل لمجتمع انحرف فيه المثقفون. شهر رمضان هو أكتر شهر بينزل فيه أعمال فنية في السنة كلها، عدد كبير جدا من المسلسلات، إنتاجات ضخمة، منافسة شرسة بين كل الممثلين طول الشهر ده على لقب الأفضل. وبسبب العدد الكبير جدا ده من الأعمال دي، أكيد كلها ما بتبقاش حلوة، في منها اللي بيكون حلو، في منها اللي بيكون عادي، في منها اللي بيفشل بعد أول أسبوع، في منها اللي بيفشل بعد أول أسبوعين، وهكذا. يعني أنا عايز أقول إن مش كل الأعمال بتبقى حلوة، بس قليل قوي لما يكون في عمل من أولى حلقاته الناس تتعلق بيه جدا، الشارع كله بيتكلم عنه، يخليك متشد ليه من أول الحلقة لحد آخرها، ولما الحلقة تخلص يخليك قاعد مستني الحلقة الجاية بفارغ الصبر علشان تشوف اللي هيحصل. وده بالظبط اللي حصل مع مسلسل الأسطورة، واحد من أنجح الأعمال الرمضانية اللي اتعرضت في موسم رمضان سنة 2016، ده إن لم يكن أفضلهم من وجهة نظر. يعني المسلسل اللي وقت عرضه الشارع بتبقى فاضية، الكل قاعد على القهاوي حرفيا من غير مبالغة. يا راجل ده لحد النهاردة ولسه بنسمع ميمزات وساوند كتير للمسلسل ده، سواء بقى على التيك توك أو أي منصة. لسه لحد النهاردة كل يوم 8 رمضان في ناس بتحيا وفاة رفاعي الدسوقي، بضحك وهزار، بس انت بتتكلم ان المسلسل ده بقاله 10 سنين. انت فاهم قصدي؟ ولسه لحد النهاردة الناس مش قادرة تنساه، فأعتقد ان ده دليل كافي على نجاح المسلسل. فخلينا احكي لك قصة المسلسل بسرعة كده علشان لو نسيها او حاجة. المسلسل بيحكي قصة ناصر الدسوقي، شاب بسيط من منطقة شعبية جدا، كان عنده حلم وهدف واضح من البداية، وهو انه يكون وكيل نيابة في يوم من الايام. حلو، بيتعب وبيجتهد جدا في التعليم لدرجة انه بيطلع الاول على دفعته 4 سنين ورا بعض، ما شاء الله يعني. بس الصدمة بتجيله لما يروح يقدم فعلا في النيابة ويترفض.
فبيقرر بعدها انه يتحول لانسان تاني خالص، انسان ممكن يعمل اي حاجة بس يوصل للي هو عايزه، وزي ما قال غلط صح مش فارقة. انا معاك في اي حاجه يا دكتور، اي حاجه تطلبها مني اعملها، غلط صح مش فارقه. بص يا صديقي المشاهد، انا مش طالع احكي لك قصة المسلسل لان كلنا عارفينها، فالموضوع هيبقى رخم قوي. انا طالع بكل بساطة نتناقش عن المسلسل ونطرح اسئلة ونجاوب عليها، زي مثلا ليه كلنا حبينا رفاعي الدسوقي واتعلقنا بالشخصية دي قوي، بالرغم انك لو هتيجي تبص للشخصية دي بعين العقل كده فده كان تاجر سلاح. فاهم قصدي؟ اي منطق يخليك انت كشخص طبيعي كده تحب تاجر سلاح. بص، هي إجابة السؤال ده الإجابة المقنعة فعلا هي حاجة اسمها الأنتي هيرو. إيه ده؟ هفهمك. الأنتي هيرو ده وركز معاه عشان تفهم، هو الشخص اللي بيعمل حاجة أنت مش موافق عليها لأسباب معينة أنت فاهمها وحاسس بيها. هو شخص بيعمل أفعال وحشة أنت مش حاببها لأسباب منطقية أنت متفهمها. الموضوع يبان معقد شوية بس ركز معاه وانت هتفهم. بص، هو حاجة كده زي شخصية عبد الملك زرزور في إبراهيم الأبيض. حد لشوق لحاجة؟ ايه؟ طبعا انت كمشاهد دلوقتي حاسس انك سمعت الكلام ده في فيديو تاني بس مش فاكر ايه هو، صح؟ انا هريحك واقولك انت سمعت الكلام ده عند عبد الله لالا في حلقة انت متأكد انك شفت فيلم نايت كراولر. الانتي هيرو، والانتي هيرو دي اول واهم حاجه الفيلم كله مبني عليها. عبد الله لالا واحد من اكتر اليوتيوبر اللي انا بحبهم على المستوى الشخصي جدا، ده بجد على فكرة. بلس كمان ان الشخص ده كان واحد من اهم اسباب ان انا تجيلي فكرة ان انا افتح قناة على اليوتيوب وان انا اعمل محتوى وكده. مش عارف هو هيشوف الفيديو ده ولا لأ، بس انا بجد بحبك جدا. يعني نرجع لموضوعنا. رغم ان افعاله في الفيلم كلها مش كويسة، هو تقريبا ما عملش حاجة عدلة، الا ان كلنا، او بص بلاش كلنا دي، لان نظرية التعميم في اي حاجة نظرية غبية قوي. انا ما بحبش اعمم في كلامي في اي حاجة بقى، الا ان اغلبنا حبوا الشخصية دي قوي. على فكرة الشخصية دي مكتوبة بطريقة بيرفكت. الكاتب وراك ان الشخصية دي ممكن تعمل اي حاجة وحشة، حتى لو هيضرب ابنه زي ما شوفنا كده. تعك من ورا ظهري، تسمع عدوي. بس في نفس الوقت وراك الجانب الضعيف من الشخصية دي، الجانب المهزوم. وراك الشخصية دي وهي بتبكي لما حب حورية، وانت شفت ضعفه وانكساره قدامها لدرجة ان المخرج صوره لك وهو بيبكي. كل ده كان مقصود يا باشا، لان انت كمشاهد لو ما شفتش عبد الملك زرزور كده بالوضع ده كنت مستحيل تحبه. ده ايه؟ انت كنت مستحيل تتعاطف معاه اصلا. الشخصية دي مكتوبة انه ما يعملش حاجة عدلة، وفي نفس الوقت هو اللي يخلص على ابطال الفيلم عشري وحورية وابراهيم، ويخلص عليهم بطريقة وحشية. فالتحدي هنا بقى انت ازاي كمشاهد هتحب الشخصية دي، او على الاقل مش هتكرهها. فكان لازم المخرج يوريك الشخصية دي في لحظات ضعفها، في لحظات انهزامها، انت فاهم؟ فتبدأ انت كمشاهد تدي مبررات للشخصية دي. اكيد هو مش كده، اكيد البيئة والظروف اللي نشأ فيها هي اللي وصلته لكده. ووراك كمان ان الشخصية دي ممكن تحب حد جدا بس في نفس الوقت ما تحبش ان الحد ده يكسر كلامها او يتلوي عليها، زي حورية كده مثلا في اخر مشهد قال لها ما تنزليش وكسرت كلامه ونزلت، فبالتالي راح مطلع المسدس وصفرها. علشان بعد كده نسمع تاني اشهر جملة في الفيلم كله، اهون عليكي تهوني عليا. اهون عليكي تهوني عليا. فرفاعي الدسوقي من بداية المسلسل والمؤلف محمد عبد المعطي قدر يزرع جواك كده بطريقة ما ان الشخصية دي كان لازم تبقى كده. يعني واحد ابوه مات وهو صغير فبقى مضطر ان هو يشيل مسؤولية عيلة كاملة من بعده، من مصاريف واكل وشرب والى اخره. يعني ده غير كمان ان المؤلف وراك ان الشخصية دي اهم حاجة عنده هي عيلته واهل بيته، وده على فكرة ظهر في اكتر من مشهد. ولو انت شايف ان شهاده وفاه اخوك هي اللي هتنجحك،
عندي استعداد اخليك تروح لهم بيها، بس لما اعجز وانا واقف في ظهركم مين هيشيلكم؟ وعزة جلالة اللي ما قصرت اهو، علمت له اهم ناس في مصر. تمام، فدي الأسباب المنطقية اللي انت ممكن تتفهمها لما تعرف ان هو بقى تاجر سلاح، وبالنسبة لك الموضوع هيبقى عادي، يعني متقبله إلى حد ما. موت رفاعي الدسوقي في المسلسل بالطريقة دي كانت أكتر لحظة صادمة، وفي نفس الوقت أكتر لحظة خلتنا نتعلق بيه قوي. طب ازاي الكلام ده؟ صلى على النبي. اولا التوقيت كان صادم. رفاعي ما ماتش مثلا في اواخر المسلسل ولا حتى في نصه، لا ده مات تقريبا في الحلقة 7 أو 8 على ما اتذكر يعني، ومات وهو في قمة حضوره في عز قوته. رفاعي رغم انه تاجر سلاح بس اتقدم طول الوقت كشخص عنده مبادئ خاصة بيه هو، يعني بيحمي اهل بيته، بيتحمل المسؤولية، واقف في ظهر اخوه. بس لو اخوه ده فكر ان هو يتعوج عليه او كده هيرزعه بالقلم عادي. بيحب مراته جدا، بس لو مراته دي فكرت ان هي تلوي بوزها عليه او كده هيناولها بالطبق في وشها عادي برضه. انت ما تردش عليا، اتجننت يا بنت ولا ايه؟ لما كمال مراد حب يعمل نمرة عليه ونزل خده من قلب المنطقة، وقف في قلب الاسم وهدده. مالك؟ طريقة مين ابو طريقة؟ وعلى فكرة عزيزي المشاهد، لو انت متعرفش يعني دي حاجة كبيرة ان انت تاخد عربية بوكس وتنزل تاخد كبير منطقة من قلب حتته، دي حاجة كبيرة جدا. يا نهار ابيض، دي ممكن تقوم فيها عركة، وحصلت قبل كده كتير على فكرة. انا من منطقة شعبية بس هي للأمانة ما حصلتش عندنا، بس انا اسمع في كام حتة جنبنا كده قالت لك حصلت فعلا. اولا لقطة زي دي ما ينفعش تحصل. ليه بقى؟ لان كبير المنطقة ده بيمشي دنيا كده مع الحكومة بالحب، فما ينفعش ان لقطة زي دي تحصل عليه. فاهم قصدي؟ لما عصام النمر ارشد عليه نزل المنطقة وهلفته، وطبعا كلنا شفنا الخناقة يعني. ده انت معلم يا دوب بتتكلم وانا واقف، ده انت تمسك الشيشة بقى. في علم النفس في حاجة اسمها ترومات الجريف، مش هنتفلسف كتير، بس هي معناها ببساطة ان العقل لما يتعرض لصدمة معينة زي سيناريو مفاجئ كده ما كانش متوقع انه يحصل، العقل بيمر باربع مراحل: الانكار، بعدين الغضب، بعدين الحزن، واخر حاجة التقبل. وذكاء المؤلف بقى في انه لعب على الحتة دي في موت رفاعي. لو هنيجي نحلل مشهد النهاية هتلاقي ان المشهد بدأ بمود لطيف، موسيقى هادية كده في الباك جراوند، الدنيا تمام. بس في لحظة تلاقي ان المود ده كله اتكسر في ان عربية تيجي شخص ملثم يغربله، مش طلقة ولا اتنين بقى، ده بيصفيه قدامك حرفيا. وده على فكرة مقصود وهنعرف ليه قدام، ركز بس معايا. فانت كمشاهد حرفيا عديت بالاربع مراحل اللي احنا قلنا عليهم دول في دقايق، فاهم؟ اول حاجة الانكار، ازاي ده حصل؟ هو مات بجد. تاني حاجة الغضب، ليه الكاتب يعمل حاجة زي كده؟ احنا حابين وجود الشخصية، ليه تاخدها كده؟ فاهم؟ بعدين الحزن، حرام لما يموت بالطريقة دي، فاهم؟ يعني هو لو كافر انا مش هتمنى له موتة بالطريقة دي. اخر حاجة التقبل، انت خلاص بدأت تتقبل ان الشخصية دي خلاص ماتت، فاهم؟ طبيعي ان الانسان بيحس بقيمة الحاجة بعد ما بتروح منه. ورفاعي الدسوقي احنا ما شفناش ليه سقوط تدريجي مثلا، لا، رفاعي مات وهو رفاعي، فاهم؟ مات وهو رفاعي الكبير، مات على وضعه. فموته بالطريقة العنيفة دي خلاك تتعاطف معاه، وفي نفس الوقت انت عقلك شايف ليه اجمل صورة هو ميت عليها. فاللحظة دي سواء في الدراما او في الحقيقة ممكن تأثر فينا جامد جدا، اكننا فعلا خسرنا حد عزيز علينا. بس السؤال بقى، هل موت رفاعي الدسوقي بالطريقة دي كانت نهاية القصة ولا بداية فصل جديد؟